وأقسم لكم بالله لولا الإثم، لولا خشية الإثم، لولا قضية التأثم، لولا أن الإنسان لا يسعه أن يفر يوم الزحف أو أن يدبر، والله الذي لا إله غيره ما أظن أني كنت أحتمل مثل هذا أبدا. ولكن إذا ما ضاعت الأمور وبقينا بعد 5 سنين أو 4 سنين نرى أن الأمور قد انقلبت وعشنا عدنا مرة أخرى تحت أحذية الناس، أنا مستبشر. أنا أقول لك أين الاضطرار فقط، أنا أقول لك من أين جاءت الضرورة، من أين جاء الانبعاث، من أين يأتي حسم الأمور بدلا من أن تضيع بهذه الصورة. يجب أن نتقي الله عز وجل. ولهذا أنا عندما أنظر أنه في شهرين ثلاثة أنا تعود الممارسات إلى ما رأيته يا إخواني. 2-3 رجع جنود الأمن المركزي إلى الطريق، ورجعت الشرطة، وهذا شيء رأيته بعيني بقرب بيتي. مجموعة شباب من أولاد البيوت والفيلات اللي موجودة دي والعمارات والمساكن واقفين في الشارع، جاءتهم سيارة الشرطة. شكرا جزيلا، بطاقتكم شكرا جزيلا، اتفضل البطاقة، كل واحد عنوانه موجود. طيب خلاص هات بقى البطاقة، طيب وتعالوا خدوها من الاسم. ليه؟ طبعا كان شيء فظيع اللي حصل، لا أريد أن أحكي لكم بقية ما حدث. إنما إذا ما عادت الأمور مرة أخرى سيرتها ورجع الناس يحاكموا قدام القضاء العسكري المدنيين، احنا كنا زعلانين على الإخوان المسلمين وعلى الجهاد وعلى الجماعة الإسلامية وعلى الإرهابيين وعلى إنه بيتحاكموا قدام القضاء العسكري، جايب ناس عاديين تحاكمهم قدام القضاء العسكري، ومقدم رموز العهد السابق للقضاء المدني. والقانون الوحيد اللي اتنحررت وعدلته هو قانون ان اللي يعمل مظاهره هنوديه في 60 داهيه. يقول لك صحيح مش هنطبقه، وعملت قانون. وشوف يا اخي عشان تعرف الترويض بيروضوا شعب. اذا نمنا سنستنعج، اذا نمنا هنضيع. يروح مطلع لك قانون ما حدش يطلع حزب الا اذا كان يملك مبلغ يساوي مثلا 1 أو 3/4 مليون عشان التصديقات والاعلانات والحاجات اللي زي كده. غاضب الناس يغير القانون؟ لا، يقول لك انا هدفع بالنيابه عنك ولا يهمك يا سيدي، تحت امرك. يوم تفضل القاعده زي ما هي، ما تقدرش تعمل حاجه، وهو يمن عليك بالدفع، وبعد شويه يوقفها يرجع يقفل الباب مره ثانيه. هؤلاء ذئاب وثعالب، هؤلاء الذين لم يعدلوا قانون الصحافه عشان يطلع صحف الا بقانون حسني مبارك، ولا قانون الجمعيات الا بقانون حسني مبارك، ولا عدلوا شيئا فيه مصلحه الناس. ومع ذلك كل اللي عدلوه انهم يعرف يمسك، وعلى قد بقى ما انت تقيل لسه وبتخرج للميادين ومصمم ومش راضي انه يرتد، يفضل ماشي معاك، لكن ساعتها هو بيشد حيله. نحن لا نعرف لهم الا ما قدموه هم بانفسهم، اللي هم عملوه، نحن لا نعترف لهم بهذا. وما يقوليش انحزنا ولا ما انحزناش، لقد كان الامر يومئذ ليس هناك بديل اخر. اللي عايز يقول ان هو ده كان في ايديه، معناه انه كان عنده بديلين. المستشار أورا اسمه ايه؟ عادل أورا اللي كان رئيس لجنه التحقيق، يقول احنا بعتنا لهم قلنا لهم لو سمحتوا اعملوا معروف. التلفزيونات طلعت والشباب في ميدان التحرير طلع ان في ناس اتقبض ضباط بس داخلين كانوا يعملوا حاجات في ميدان التحرير، والشعب مسكهم في ميدان التحرير وسلمهم لكم. فعملتوا معاهم ايه؟ قولوا لنا بس، احنا مش عايزينهم، احنا بس تقولوا لنا عملتوا معاهم ايه؟ هل يعني مثلا حبستموهم؟ هل بس خدتوا اسمائهم؟ هل سايبينهم؟ هل حلتهم للنيابه؟ اي حاجه مش مهم. يقول فلم يردوا علينا فارسلنا اليهم مره ثانيه. يا جماعه يعني ففي هذه المره الثانيه لم يردوا علينا، فارسلنا اليهم مره ثالثه فلم يردوا علينا، فارسلنا اليهم رابعه فلم يردوا علينا، وحتى الان. انا مش مطالب ان انا اقعد اغني لناس الا لما يقدم بالظبط من نفسه ما يجعلني اقول. وصدقوني انا اول من سيطالب بان يقوم احتفال تكريم في شوارع مصر من اسكندريه لاسوان متواصل، سلسله غير منقطعه، تكريما للجيش اذا ما احسن تسليم الامور. انما انا لغايه دلوقتي بتكلم بعد كل هذه الشهور من غير جدول معلن، ما حدش عارف ولا عارف النظام الانتخابي اللي هيمشي 5 شهور. مش كانوا بيقولوا يعملوا الدستور قبل الانتخابات؟ طب 5 شهور ما كانوا ينفعوا يتعمل فيهم دستور؟ ما كنتوا اعملوا بروفة الدستور. انما هو مطلوب المناقشات تستمر، ما فيش مشروع دستور خلص، ما فيش مش عارفين بالقايمه ولا فردي، مش عارفين امتى الرئاسه، امتى البرلمان، امتى مجلس الشعب، عشان يفضلوا الناس كده. إذا كان ده حصل في الفترة اللي فاتت، ما ظنكم يا إخواني إذا فضلنا 4 سنين و5 سنين؟ مش هنلاقي نفسنا. لذلك هذا الوقت ليس وقت من يمسك العصاية من النص.